السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة مع حسن الهلال، ونبدأ كلامنا زي ما تعودنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حابب أرحب بكل متابعينا الأفاضل في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. حضرتك بتشوفنا من خلال قناتنا المتواضعة التانية، فلو مش مشترك في القناة نورنا باشتراكك في القناة وتفعيلك لزر التنبيهات، وليس أمر نضغط على زر الإعجاب دعما من حضراتكم لاستمرارنا في تقديم المحتوى. خلونا نخش على طول في التفاصيل، والنهارده بنتكلم في قضية الطفلة لين طالب، الطفلة اللبنانية. الموضوع بدأ يبقى عليه زخم مرة تانية، يمكن بعد ما شفنا حالة من الركود في تناول الإعلام العربي للقضية وخاصة الإعلام اللبناني، وكانت مجرد أخبار الجلسات اللي كانت بتتم فيها التحقيقات. ولكن بعد إصدار الأحكام الظنية على الأربعة الموقوفين من القضية سمراند نصار، قضية أول الشمال وهما الأم والخال والجدة والجد، فتم إصدار أحكام ظنية معاقبتهم بقانون الجنايات والحكم عليهم بالإعدام. كنا قبل كده كان عندنا التخوف ان هو ما يتحكمش عليهم بالاعدام نتيجة لعدم وجود حكم الاعدام اساسا دلوقتي او غير معمول به في القضاء اللبناني حاليا. ايه بقى القضية حكمت بالاعدام؟ اولا حصل سوء تفاهم او حصل لبس في الموضوع، وده اللي خلى الموضوع يحدث جدل كبير جدا مرة تانية على منصات التواصل الاجتماعي وحتى في قنوات التلفزيون والاعلام، وهو ان البعض عنده مفهوم خاطئ عن الأحكام الظنية. الأحكام الظنية أو الحكم اللي بيكون على المتهمين ما بيكونش من سلطة قاضي التحقيقات اللي هي القاضية سمراند نصار، ولكن دي سلطة أو ده دور محكمة الجنايات، ولسه القضية والملف بتاع القضية ما راحش لمحكمة الجنايات. فده اللي أحدث بعض من سوء التفاهم عند طبعا المتابعين في العالم العربي، مش في الشارع اللبناني بس، واللي اثار غضب كبير جدا في الجزئيه دي. فالموضوع اللي حابب اوضحه لحضراتكم ان القضيه سمراند نصار بعد طبعا ما بعتت الملف او التحقيقات كلها، بعد ما اختتمت تحقيقاتها في الموضوع، ارسلت ملف القضيه للنيابه الاستئنافيه، ومن ثم عاد مره تانية للقضيه سمراند نصار، فهي اطلقت الحكم الظني. الحكم الظني هو حكم غير معمول به، وقاضي التحقيقات مش من سلطته ان هو يصدر الاحكام على المجرمين، ولكن هي استخدمت اشد عقوبة ممكنة. اعتقد ان الست دي كانت بتدور على الحقيقة، كانت بتدور على ادانة المتهمين، وطبعا لان القضية قضية رأي عام فما كانش ينفع ان حتى الاحكام الظنية تكون بعقوبة اقل من اللي اتكلمت فيها القضية. هي مش عايزة تثير جدل اكتر من الموجود في الموضوع. ما يستحق المتورطين في القضية النقراء دي هي اقل حاجة الاعدام، كمان بالتعذيب قبل الوفاة او قبل الاعدام. ولكن عزيزي المتابع الغلط جه من النقطة دي، وان بعض الناس اعتقد ان خلاص القضية بتاعت الطفلة لين طالب اتحكم فيها بالاعدام على كل عيلة طبعا والدة الطفلة، وده ما حصلش. لان حتى اي حد كان بيتكلم في الموضوع كنا بنشوف الناس المتابعين للقضايا بتاعت الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي كانوا بيكتبوا في التعليقات يحيى طبعا القضاء، واحنا عايزين برضو الطفل موسى ولاء اللي اتحكم على زوجة الاب ب15 سنة في جريمة قتل مشابهة، مع الفرق بقى بين هنا الاغتصاب المتكرر وهناك كان التعذيب المستمر لفترات كبيرة جدا وبكل الادوات اللي ممكن تتخيلها واساليب التعذيب المختلفة. هناك اتحكم عليها 15 سنة سجن، والناس طبعا حانكة او غاضبة على القرار ده، وكان الجميع منتظر ان يتحكم باكتر من كده او بعقوبة القصاص والاعدام من المجرمة عذراء الجنابي زوجة ولاء والد موسى. نرجع تاني لقضية لين طالب، فايه المفروض الاجراءات اللي هتتم دلوقتي؟ في سلطة تانية بتاخد ملف القضية من قاضي التحقيقات الاول او القاضية سمراند نصار، ومن ثم تراجع من النواحي القانونية، لان هي استخدمت في الحكم بتاعها بعض نصوص المواد الجنائية اللي هي غير معمول بيها حاليا في القضاء اللبناني. فهي عملت اقصى عقوبة من وجهة نظرها او اللي شايفاه كقاضي تحقيقات، وده مفهوم الحكم الظني. ومن ثم بعد كده بتروح لمحكمة الجنايات، ومحكمة الجنايات بتتولى الامر وهي اللي بتصدر الاحكام. يعني يا فرحة ما تمت بقى
كنا كلنا مبسوطين وكنا كلنا سعداء وبننقل الخبر على اساس ان الحكم الاول حتى لو هيحصل على الاستئناف، ولكن الحكم ده حكم ظني او مش عايز اقول لا قيمة له في الوقت الحالي، وخاصة بعد طبعا المهتمين بالقانون او المتخصصين في القانون لما عملوا مداخلات في الجزئية دي في موضوع لين طالب، فقالوا ان النصوص اللي اعتمدت عليها نصوص الجنايات الغير معمول بيها. يعني عزيزي المتابع ممكن نصدم بعد ما تروح القضية لمحكمة الجنايات ونتفاجأ بأحكام طبعا لا تشفي الغليل، ولا من وجهة نظر الناس هيكونوا أخذوا حق الطفلة المسكينة اللي هي حصل فيها كل اللي حصل من أهلها. طبعا صدمة كبيرة جدا في الشارع اللبناني وصدمة كبيرة جدا في الشارع العربي بعد موضوع اتضاح الصورة بالنسبة للحكم الظني، وبالنسبة لبداية أساسا متابعتهم للقضية اللي كان فيها بشاعة كبيرة جدا في انتهاك عرض بنت صغيرة لم تتجاوز ال6 سنوات. ومن مين؟ من خالها. يقول لك عندنا مثل بالبلد بيقول لك الخال والد، فما بالك انت الخال هو اللي ذبح البنت دي وماتت بالبطيء على ايديهم كلهم بما فيهم الام، ان المفروض الجنة تحت أقدام الأمهات من أفعالهم، ولكن الست دي أفعالها كانت أشبه بالأفعال الشيطانية، تسترت على الخال وتسترت على الجريمة، مضت على إقرار البنتها تخرج من المستشفى ومتحملة المسؤولية كاملة، مع أن المستشفى كانت بتقول أن البنت في حالة خطرة جدا وعندها نزيف داخلي ونزيف خارجي ولازم تكون موجودة تحت الرعاية. فالست ضحت ببنتها، مضت على الإقرار، خالت البنت وطلعت بره المستشفى حتى لا تتعرض للمسؤولية القانونية. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان كل حاجة تتدبر وكل حاجة تظهر بالصورة اللي احنا فيها في الوضع الختامي للقضية. احنا بالنقطة دي قضية التحقيقات الاولى تكون اختتمت تحقيقاتها واطلاق الحكم الظني، ومن ثم في اجراءات لغاية ما توصل القضية او ملف القضية لمحكمة الجنايات، وبعدها محكمة الجنايات هي الوحيدة اللي عندها السلطة في إطلاق الأحكام. ولكن هل سنصدم في القرارات؟ هل سنصدم في الخواتيم؟ بعد متابعة طبعا ناس كتيرة جدا للقضية دي وتعاطفت مع حق الطفلة لين طالب، وكانت دايما على مدار مناقشة القضية دي بتطالب بالإعدام ولا شيء غير الإعدام. ربنا يسترها إن شاء الله، تتحقق العدالة ويكون في قصاص ولو قرار استثنائي، ولكن القرارات الاستثنائية مش بالسهولة دي يا جماعة، ولازم لازم تعتمد من رئيس الدولة وحاجات كتيرة جدا، إلا أن يحدث أي جديد أو يكون في أي أخبار تتعلق بهذه القضية. إن شاء الله هنطلع ونتكلم فيها ونوافق حضراتكم بآخر الأخبار. حبينا نوضح الصورة، يا رب نكون لخصنا كل حاجة. شكرا جزيلا لحضراتكم، أتمنى لكم دوام الصحة والسلامة والعافية. أشوفكم في لقاء آخر يتجدد بمشيئة الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.